الحاج متذكر. التأليف عبد الناصر الطايف أحمد. الإخراج عثمان علي الفكير. والله ايامك ساكوبيسا يا منوفلي، بقيت تشرب المويه المعقمه بالأوزون وتقطع قاروره وتصنقع بقاروره. الله ادانا اللي بيقلع مننا منو. اها، شو قروش السمسره دي ما سمحتها يا منوفلي؟ ما انا ما عرفنا لنا دريب المساسقه فيه سمحة تب. الزمن اللي فات كله يا منوفلي نزرع عردبين، نجيب نص سردب، الجراد ياكل والفار ينقز والحديه تختف والعنتت والكعوك، اخر الموسم تقعد تعرق في ايدك من الحسره. اخوي طريق الشهر ليه بعده. هسه شوف الشغل ده، لا يعني ترعى لا ب20 وفي اليوم تحصد مرتين. راس مالك عصايه وكرسي خزران، البايع يجيك في محلك والمشتري يجيك في محلك. هيا دول صدق المثل، الما عنده لسان فقري وفلسان. اسل واطل بعناها للحاجه دي واطواط بيقدر يسكن فوقها. الله الله كانها حنك ساكت. بعد شويه يا منوفلي نتم الخياطه حرير ونجمع سمسره العقارات عليه العربات، وكمان بع العربات ده زايل المعبود بالحق يا منوفلي، العربيه المطرقعه زي كره الطلس تطلعها للمشتري ليموزين وقد الجنالوزين. وبعدين الحاجة أخوي عليك بالكتمان. السنة اللي فاتت سوينا لنا مطعم، قبال ما نتحكر للغنى كويس جونا الحشاد عدمونا دمية. شوف 2 النسوان والسماسر أصلا ما بتعرف سرهم. المعبود بالحق يا السمسار ده كان لقى فرطة فيه أخوه شقيقه ياخد فيه كوميشن. يا أخوي إذن حينئذ نقوم نوسع الشغلانية. بريس يا أخوي، قالوا كان مديت ايدك للفي راسك بترمل فيها باطك. والله يا اخوي شغلت الاراضي دي نجطناها التاب. وبعدين يا منوفلي انت لسه في السمستر الاول سمسره، نظريه طاقيه ده في راس ده، والقطعه الواحده اللي بيبيعوها 4-5 مرات وناس بلاغ ضد مجهول. يا اخوي ما تورطنا من نسع دخول السجن والمتاوقه بالشيخ دي. اوه دي نحن ما بنقدر عليها. الحياه تجارب يا منوفلي، وبعدين من خاف دخول السجن عاش ابد الدهر في بيوت العزابه. اي شيء ولا بسيخات ده عليه جزيمه. انا بعرف زول دخل السجن الزرق مرق صفر. هوي والله نحن زادنا ناس بنعيش بحياتنا بالنية السليمة، لكن ما ضرب مثل المهنة دي فيها إنها أخوي. نحن في العهد السابق يعني 500 جنيه بتفرحنا، ما بالك بقروش السمسرة الميتة دي، قروش راقدة إلا ما تدخل إيدك في جيبك بس تمرقة دقشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا طلاق حبابك. أبي شنف، أبو ضراع، أبو زينيس، أبو الرجال، مرحب. 4 حاجة باردة يا ولد. جر الكرسي ده الأستاذ الفنجري، جر الكرسي ده جاي. أقعد يا ضوء القبيلة، حرمك أقعد. يصهر انه ما عرفتوني. كيف ما يعرفناك يا أخي؟ أنت علم على راسي نار موقدة. عليه جزيم الليلة نكرم مسواك، وعليه الطلاق الليلة دي نحن في أحسن حالاتنا ومعنوياتنا فوق. ولعلمك المعلومة دي عليه الطلاق ما اديتها لغيرك. استغفر الله العظيم. شفت لعلمك الخطط الإسكانية دي قفلت تاني، لا في خطة إسكانية ولا في خطة إسعافية. أقول لك من الناصحين عمل صدرك في الواطة، وإحنا ما دام جيت هنا من جهة كتاب. تجي هني اكتر من الجهه اللي جيهتوني لها دي. لا عليه الجزيمة نجيهك تجيها يد، وعليه الجزيمة ما تلقى زول يجيهك أكتر من تجيهتنا ليك نحن. عشان كده انا قلت لكم ما عرفتوني. الحقيقة أخوي الزول ده عرفته؟ والله ما عرفته، لكن حسب قانون السمسرة أعمل فيه عارفه. اكيد ما عرفتوني. لا كيف يا اخي؟ هل يخفى القمر في سماه؟ طبعا لو ابدا لو هنا. ايوه طيب انا منو انت يا اخي، انت ما نورت الحته. ايوه طبعا انت غني عن التعريف. بطلوا الزيف والافتراء والتسويف ده. منوفر بطلوا الغش والتدليس ده. الزول ده هسي منوفر كذي طبعا وشه بقى زي طبق البيض. انت مالك انا مش اشتريت منكم القطعه بتاعت مربع 4. لكن شنو؟ تبعوا ليك قطعه مبيوعه لزول قبل كده؟ عليه الطلاق الكلام ده ما حصل؟ طيب قدامي سوا، اما القطعه او المحكمه. لا خلاص القطعه حقتك دي ان شاء الله بنرد عليك. القطعة دي أخدتها أنا دي، وده ورقيه، والقروش رسل الله ولدي تعب فيه انتعب الموت. مليت خشمي بالله وسم بالله، اللي بيقرب جاي
اتناول يقول اتناول نجان. يا اخوي المرة دي قنباش كده دق عليها راجل في نص السوق. بعدين انا ما ازولك يا جماعه يا اخواننا باختصار شديد انا ما زول مشاكل، يا القطعه يا القروش. ها منوفلي دحين عندنا رصيد نرجع لزول حقه. وين بالعناية شوف. وبعدين يا منوفلي دي ورطة شنو دي؟ كده اغني عليه الزول ده وخليه الحاجة عليا. الزول ده ساهل قال يا الوطاء يا القروش، الكلام المتحزمة دي هيلا كده يا مدموزيل اسمعيني دقيقة يا اخواننا هي المسألة واضحة، وعشان ما نخش في نقاش وجدل والحكاية توصل للقانون حقه نحلها وديا، وانا ما عندي مانع الواطة او القروش. وانا دي من القطعة دي ماني ما ارقى الا يشيلوني كده لحم في قفة. اذا خلاص رجعوا لي قروشي immediately قبل ما اتخذ ضدكم الاجراءات القانونيه. يا اخي الله لا جاب الاجراءات القانونيه يا اخي، وبعدين احنا السودانيين واولاد بلد يا اخي، وضمن النيل الخالد يا اخي، وانت ذلك صباح خير وتقدر الظروف. بالاختصار كده حلك شنو؟ القطعه ولا القروش؟ والله يطول بالك، النفوس كانت طيبت، العنقريب بيشيل 100، القطعه دي واسعه ابنوها من طابقين، انت اسكن فوق وخليها هي الكعبه دي تسكن تحت. الحاج مزكي. جمال عبد الرحمن، عبد العظيم أحمد عبد القادر، سعاد محمد الحسن، وحيد جمال في الهندسة الصوتية. الحاج متذكر، التأليف عبد الناصر الطايف أحمد، الإخراج عثمان علي الفكي.